ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل عصير، بس هعمله كوكتيل بطريقه حلوه جدا. وكمان هعمله بعصير برتقال، مش هنحط له ميه. هيبقى طعمه حلو قوي ولذيذ، وكمان هحط له موز وفراوله. هيعجبك ان شاء الله وهيعجب اولادك. يلا بينا نسمي بسم الله وندخل على الفيديو ونشوف هنعملنا العصير الحلو ده ازاي. معايا كيلو من البرتقال، بدأت ان انا اقطعه على 2 واعصره في عصاية البرتقال كده. لو مش متوفرة عندك طبعا ممكن تقشريه وتضربيه في الخلاط عادي جدا، بس المهم انك انتي تصفيه، علشان احنا مش محتاجين منه الا العصير بس مش الطفل. هنا بعد ما عصرت الكيلو البرتقال كله، طبعا ممكن تضعفي الكمية زي ما تحبي. ابتدأت معايا كيلو من الفراولة هنزل بيه، وكمان نص كيلو من الموز، كوباية من السكر، وبس. وهضربه في الخلاط، وده العصير بتاعنا. حلو جدا جدا، نتيجته هايلة، عايزة اقولك طعمه حلو قوي. هنا بعد ما ضربته كويس، انا محتاجة منه ان هو ما يبقاش ناعم قوي، ومش هصفيه. انا عايزة قطع الفراولة ديت تبقى فيه كده، تيجي تشربيه يبقى فيه قطع فاكهة. طبعا عشان هو ما كانش ساقع عندي، ابتدأت احط في الكوباية مكعبين تلج، وابتدأت ان انا اصب العصير بتاعي بكل بساطة. وما شاء الله الكيلو عندي عمل لي كمية محترمة. ان شاء الله تجربيه وتقولي لي رأيك فيه ايه. يا ريت لو عجبك ما تنسيش في اللايك وكمان كومنت، وتقولي لي بتشوفيني من انهي بلد. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.